ايوه حبيبي. فري 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 فري. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الجمهور والأحبة الذي حضروا رجوعي إلى لندن، أريد أن أشكرهم جزيل الشكر. والله أنا ما كنت أتوقع هذا يعني المحبة هذه، لكن هو يمكن لأن في ريحة غزة والناس عاشقة إلى غزة ولأهل غزة، فإذا أنا الوسيلة إلى غزة ففداء لقضية غزة كلها. هو فعلا كما ترون على شاشات التلفاز والجوالات، هذا بس يعني فقرة معينة، يعني قليلة من معاناة الناس تحس فيها هناك. أنت تخيل أهلك قتلوا أو شردوا أو أنت تصوبت وترجع من بعد هذا كله 15 شهر من عذاب، من خوف، من جوع، من عطش، ترجع من كل هذا وترجع على دارك وتلقاه مهدوم. فالله يعين الناس والله. أنا دائما هم في بالي وأدعي لهم وأذكر الناس وأذكر المشاهدين مسؤوليتهم تجاه أخوانا في غزة وفي فلسطين وفي الأمة العربية كلها، لكن بالذات أهل غزة مسؤوليتكم تجاههم، لا تخذلوهم، لا تنسون معاناتهم، كونوا إخوة إلهم وساندوهم، وإن شاء الله في هذا توفيق من رب العالمين وستحرر فلسطين إن شاء الله. إن شاء الله. لما صار الرجوع والله وفقنا أن كنا مع الناس مشيا على الأقدام من الجنوب إلى الشمال، وحضرت هذا اليوم التاريخي. ولما وصلنا إلى شمال غزة وبالذات بيت حنون وجباليا، من رغم الصدمات اللي كانت عندي على مستوى 7 شهور، لقيت جباليا بالذات بنووي متتالي، مش نووي واحد، متتالي. البناء كله مهدوم معدوم، حولت نوعا ما إلى الأمل إن شاء الله. فهذا كانت آخر ذكرياتي في غزة، الأمل إن شاء الله في المستقبل بإذن الله.